تخيل إن في راجل اتولد في جنوب أفريقيا سنة 1971. اتربى في بيت فيه شوية صرامة وحنية، وطلع منه طفل مختلف عن الباقي. دماغه دايما شغالة، فضوله عن العالم ملوش حدود، وطرح أسئلة محدش يعرف يجاوبها. الراجل ده اسمه إيلون ماسك. قصة حياته مش مجرد قصة نجاحات بيزنس أو اختراعات، دي قصة عن شغف جارف، استنزاف في الشغل، فشل متكرر اتحول للدروس، ورؤية مستقبلية جرئية ممكن تبدل مصير البشرية كلها. من وهو صغير إيلون كان بيفضل الكتب عن الألعاب. بدل ما يقضي وقته في اللعب مع ولاد الحي، كان قاعد يقرا عن الفضاء، عن الآلات، عن الإلكترونيات، عن الفيزياء. دخل المدرسة وواجه تنمر عنيف، مش بس مزاح بسيط، لا، ضرب وسخرية. اللحظات دي خلت عنده حاجتين: أولا اعتماد على النفس لأنه يتعلم ويشتغل بعيد عن الناس، وتانيا قناعة إن اللي مختلف ممكن يكون أصلا في طريقه لإنجاز حاجة كبيرة. في سن 12 مسك عمل لعبة فيديو صغيرة اسمها بلاستر، وبرمجها لوحده وباعها. اللي حصل ده مش بس بيع لعبة، ده أول مؤشر على إن الراجل بيقدر يحول أفكار بسيطة لمنتج فعلي. بعد كده وبعد شوية تعب ومغامرات، طلع بره جنوب أفريقيا وسافر كندا وبعدها أمريكا، المكان اللي شافه دايما إنه أرض الفرص اللي ممكن تخلي أحلامه الكبيرة تتحول إلى حقيقة. لما وصل أمريكا الحياة ما كانتش سهلة، سكن في شقق رخيصة، اشتغل في شغلانات بسيطة وكافح عشان يمول نفسه، لكنه ما وقفش عن التعلم والقراءة والعمل، وده اللي خلاه يبدأ مشاريع من أول سطر. أول مشروعاته كانت زيب 2، شركة بتعمل خرائط ومرجعات للصحف علشان تدخل الإنترنت. الموضوع باين دلوقتي بسيط، بس في الوقت ده كان سوق جديد ومخاطر كبيرة. زيب 2 نجحت وبيعته بمبلغ محترم، ودي كانت أول دفعة مالية كبيرة إلها. بعد كده أسس X.com اللي تحول لاحقا لباي بال، وبكده ماسك دخل عالم الدفع الالكتروني وغير طريقه الناس في تحويل الفلوس والشراء على الانترنت. البيع للاي باي والخروج الكبير من باي بال جابوا له رصيد مالي وخبره وشهره بين الناس الاستثمار. بس القصه ما كانتش مجرد شركات انترنت وبزنس سريع. ايلون كان بيحلم باحلام اكبر: سيارات نظيفه، طاقه متجدده، وصواريخ تعيد نفسها عشان نقلل تكلفه السفر للفضاء. الطموح ده خلاه يدخل مجالات مفيش حد جري يعملها بنفسه في الوقت ده. تأسيس تسلا كان واحد من قراراته الأكثر جرأة. شركة عربية كهربائية وسط صناعة سيارات محافظة ومخيفة. كتير قالوا إن الفكرة مستحيلة، العربيات الكهربائية بطيئة، بطاريتها قليلة، الكوست عالي، والناس مش هتدين ثقة. إلا إن ماسك شال هم الفكرة بدل ما يخاف منها. دخل السوق، شاف حاجات اتعملت غلط، وحاول يظبط التصميمات، يظبط سلسلة الإنتاج، ويضرب في سوق الكماليات الأول، لأن كده يقدر يربح وقت ما يحسن التكنولوجيا ويخفض التكلفة بعدين. الطريق كان شاق: مشاكل إنتاج، تأخيرات، سيارات رجعت للصيانة، مستثمرين خايفين، وقت كان فيه احتمال كبير إن تسلا تنهار. لكن إزاي ماسك قدر يقعد؟ لأنه شابط كل يوم بيشتغل ساعات مجنونة، ومشي في تفاصيل صغيرة بنفسه لحد ما يحل مشاكل الإنتاج بنفسه. في نفس الوقت حلم الفضاء كان أكبر وأعلى مخاطرة. سبيس إكس، الفكرة الأساسية: نصنع صاروخ رخيص قابل للإعادة، ونقلل تكلفة وصول البشر للفضاء بدرجة كبيرة. أول التجارب كانت فشل وفضايح، صواريخ انفجرت، مستثمرين انسحبوا، وسمعت الشركة على المحك. لكن ماسك ما استسلمش، اشتغل مع فريقه، راجع الأخطاء، وعاد وحاول تاني وتالت. وفعلا بعد محاولات كتير الفالكون بدأت تنجح، وبقت صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام. اكتشاف ثوري قلل التكاليف وفتح باب جديد أمام الرحلات التجارية للفضاء. ومش بس كده، ماسك موقفش عند السيارات والصواريخ، أسس مشاريع تانية مجنونة لكن مهمة: نيورالينك، ربط المخ بالباس، ذا بورينج كومباني، حفر أنفاق لمواجهة زحمة المدن، سولار سيتي، الطاقة الشمسية، وحتى مشاريع عن ذكاء اصطناعي وأتمتة. الفكرة عنده دايما كانت واحدة: لو عايزين مستقبل أفضل لازم نشتغل في كل الحلقات. طاقة أنظف، نقل أفضل، وصل البشر للفضاء، وتطوير واجهات بين دماغ الإنسان والتكنولوجيا. طول الرحلة دي ماسك اتعلم حاجات غالية: إن الفشل مش موت، ده درس. إن الجرأة على المخاطرة ممكن تجيب نجاحات عظيمة. إن الشغل الشاق والتركيز في التفاصيل الصغيرة هو اللي بيحول رؤى لواقع. وكمان إن الرقابة، الإعلام والمستثمرين ممكن يضغطوا عليك جامد، لكن لو عندك قناعة في الرؤية والعمل تقدر تعدي. شخصية ماسك مثيرة، طاقة لا تصدق، شغف جارف، وميل للمخاطرة. ساعات كتير اتنفخ فيها وواجه هجمات إعلامية وانتقادات للسياسات اللي اتخذها، لكن ناس كتير بحبه لأنه صوت مختلف، لأن كلامه عن المستقبل واضح ومباشر. هو بيحط وقت عمل كبير جدا، ساعات عمل ممكن توصل لحدود غير بشرية بالنسبة للبعض، ليل ونهار، اختصارات في النوم، قرارات حاسمة في آخر لحظة. النهج ده خلى ناس تحبه وناس تهاجمه، لكن ما فيش حد يقدر ينكر الأثر اللي بيتركه. ولازم نحكي كمان عن الجانب الإنساني: حياة شخصية مضطربة، طلاق، علاقات، وأحيانا تصريحات نارية على السوشيال ميديا بتثير الجدل. لكن الحاجات دي جزء من الرحلة، لأنها بتبين إن الرجولة الحقيقية أو النجاح الكبير مش بيجي من حياة مثالية. في ناس بتنجح رغم كل الصدمات والخسائر، وده جزء من الواقع اللي بنشوفه في حياة ماسك. خلينا ندخل شوية تفاصيل عن كل مشروع وكفاح.